خبر طازة توه الحين طالع. أول شيء أعتذر عن كآبة المنظر وسوء المنقلب اللي وراي. بس الضرورة لها أحكامها. هذولي وأبوي قرروا يعاقبوا بريطانيا. يا أخي بهايم الخليجيين، أقسم بالله حفاد قول دمعير. هذولي قرروا يعاقبوا بريطانيا لأنها رفضت تصنيف جماعة الإخوان كجماعة 11. رفضت بريطانيا، فقالوا راح نلغي كل بعثات الطلاب الإماراتيين. يعني مثل السوات السعودية، والله سوتها في كندا مرة. وابويه بننتقم من مين؟ تنتقم يا حبيبي؟ بنتقم من الطلاب، من الإماراتيين. ألعن أبو خير مستقبلهم. خريج طب، خريج طيران، خريج أي شيء، اطلع اطلع، ما عندنا شيء. خاصة هذا آخر واحد نصحكم، قال لكم يا ويلكم من الإسلام. 50 مليون مسلم، لو يدري انهم صاروا 200 يمكن هالحين اوروبا كلها بتسلم. الفاينانشال تايمز طلعت هذا الخبر، وتو طالع الخبر طازة. الاماراتيين عليهم ان يسألوا نفسهم، ولو اني ظني انهم عارفين، وين مستقبل عيالنا؟ وين احلامهم اللي طلعوا علشانها؟ هل يستحق موقف سياسي انك تخرب بعثة الطلاب وتخرب دراستهم وتدمر مستقبلهم زي ما سوى السعودي بكندا؟ طبعا انتم ما يهمكم لا طلابكم ولا هذا، معانا فلوس نضغط فيها. واخر ما ضغطوا فيه وشو؟ طلابهم. سبحان الله، هذه الأنظمة البائدة لغتها الفلوس. بريطانيا عندها أسبابها. هارد لك للطلاب الإماراتيين، ولو أنا منكم قعدت سويت لجوء واشتغلت عليه. زي بعض الناس عندنا. شكرا.